مهما غيرنا في الاكلات ومشينا على الموضه وعملنا اكلات جديده تيك اواي على السريع، برضو لازم نرجع للقديم. هنعمل ديوك بلدي محشيه فريك. القديم ما فيش احسن منه بصراحه. هنعمل معاه فريك بالصلصه، فريك بالصلصه الحمراء. طبعا الصعيد عارفين الكلام ده كويس، احنا في الصعيد بنعمل الحاجات دي. الفريك مع الديوك نفسها محشيه فريك مع رز ابيض مع الشوربه، او اللي عايز يعمل لسان عصفور، يعني كل واحد حر حسب ما يقدر. هتعملي لسان عصفور اعملي. هي دي وجبه متكامله مع حبه سلطه وبس على كده. اول حاجه هنا عندي كوبايتين فريك. الفريك ده مدشوش طبعا متنقي. انت ما تشتري فريك يفضل اشتريه صحيح، نقيه في البيت وبعد كده بنطحنه في الكبه بتاعه البصل عادي جدا. انا هنا هعمل بس كوبايتين. الفريك هنا لازم يتنقع. هننقعه يعني ربع ساعة مش اكتر من كده. المية تبقى مغلية، مش بننقعه بمية من الحنفية، لا مية مغلية علشان ننجز ويسرع معانا الوقت. عايزة تغطي البولة بطبق بستريتش راب براحتك زي ما انت عايزة، المهم يتنقع ربع ساعة. هاخد منه حبة للحشوة والباقي هخليه هعمله فريك بالصلصة. دلوقتي علشان نعمل الحشوة احنا بنعملها ازاي؟ بندبل حبة بصل بس واحدة، حبة بصل وسط، وبناخد نص كمية الفريك دي وبنضيفها فوق حبة البصل بعد ما دبلت. هنا انا بضيف سمنة، معلقة سمنة بلدي على معلقة زيت، وبنزل بحبة البصل بتاعة المفرومة ناعم بس بدبلها، مش بنحمرها بس بندبلها. وبعدين بننزل بالفريك بعد ما كنا ناقعينه ومصفينه من المية. هنضيف عليه ايه؟ ملح، فلفل اسود، 7 بهارات بس. عايزة تضيفي قرفة، عايزة تضيفي جنزبيل معاه ضيفي براحتك، بس ال7 بهارات كافية. على فكرة هما مش 7 بهارات، ال7 بهارات دول يعني بصوا بيحتوي على 13 نوع بهار مش 7. هي اسمها ال7 بس هي تركيبتها فيها 13 نوع بهار، لان انا عاملاها ومنزلاها على القناة برضو، هي اللي انا بستعملها. هضيف منها هنا، يعني انا هنا هضيف الملح والفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من ال7 بهارات اللي هي معلقة الشاي، بس مش هضيف اكتر من كده. لو انتم مش عايزين تضيفوا ال7 بهارات وعايزين تضيفوا بهارات فراخ على الفريك براحتكم از يو لايك، يعني دي ليها طعم ودي لها طعم مش هتفرق، وفي كلتا الحالات هتديكوا طعم حلو. الفريك المفلفل دايما ده بيبقى حلو. الفريك ده لو احنا مش هنحشيه جوه الديك هنفلفله على فكرة، بس انا هحشيه جوه الديك، مش هعمل فريك مفلفل النهارده يعني. لكن بنفس الطريقه دي الفريك المفلفل احنا هنا في الصعيد بنعمله بنفس الطريقه. كده خلاص انا هقلبه شويه وبعدين هطفي البوتاجاز واسيبه يبرد وهنحشي بيه الديوك. الديوك انا بغسلها بنقعها في ميه وملح وليمون، وباخد الليمونه وبقعد ادعك بيها الديك علشان تبقى نظيفه. بعدين يبقى نضيف قصدي. هناخد من الفريك وهنحشي قلب الديك. انا مش بحشي الجلد بتاع الديك، في ناس كتير بتحشي الجلد يعني تحت الجلد علشان يكبر الديك، انا مش بحشي تحت الجلد بصراحة علشان ما يفرقعش في التسوية. في ناس ممكن تحشي الديوك كده وما تسلقهاش، بتسويها في كيس حراري. انا ما بعترفش بالحاجات دي، مش بعترف بالكيس الحراري ولا ان هو يدخل الفرن ولا حاجه بلاستيك تدخل الفرن وتسوي فيها الاكل. كل واحد ودماغه، انا دماغي تركيبتها كده، ما بعترفش بالحاجات دي. بعد لما بنكتف الديك بنشطفه بنجهز حله. في طريقتين للتسويه، يا اما اللي هتشوفوها دلوقتي، انا بنزل في الحله بمعلقه سمنه بلدي كبيره وبحط الديكين فيها وبقلبهم فيها، يعني مجرد تقليب مش تحمير، يا دوب تقليب تتقفل المسامات. او بتحط ميه تغلي وبعد ما تغلي تسقطي فيها الديوك براحتكم. هنا انا بجهزه كنت ميه مغليه، اول لما قلبت الديوك نزلت عليهم بالميه المغليه. هستنى الميه كمان تغلي شويه وتتكون الريمه او الزفره من فوق بتاعه الديوك، وبعدين هشيلها بالمعلقه وهنزل بالمطيبات او المنكهات بتاعتي. اهي الريمه طلعت، هوطي النار خالص وهشيلها بالمعلقه كلها. بعد ما اشيلها بالمعلقه هنزل بالمنكهات او المطيبات زي ما قلت، ورق لورا وقرفه وحبهان وقرنفل. اول حاجه بعد ما بنشيل الزفر او الريمه بننزل بحبه بصل بنقطعها او صحيحه براحتكم، وبننزل كمان بحبه طماطم. بعدين هنزل بالبهارات بتاعتي كلها صحيحه، ورق الغار زي ما قلت لكم واللومي والقرنفل والحبهان انا عندي مطحون هنزل بيه مطحون، وفلفل اسود. اللي بيحب هنا المزازه في الشوربه يضيف الليمونه، اللي مش متعود على طعمها في الشوربه ما يضيفهاش، لان هي هتغير لك طعم الشوربه شويه. لكن لو انتوا بتحبوا الشوربه من غيرها مش متعودين تضيفوا لومي للشوربه خلاص ما تضيفوش براحتكم از يو لايك، يعني زي ما انتوا متعودين. لان اضافتها هرجع واقول تاني اضافتها بتغير طعم الشوربه مش بتخليها زي الشوربه اللي فيها البهارات العاديه. هنا انا بضيف معلقه كزبره. البهارات دايما اللي بتبقى بره في بهارات اسناد معروفه في الخليج اللي هي بتاعه الشوربه بيبقى فيها كزبره حب صحيحه، فانا بضيف هنا كزبره بس ما ضفتش حبه، انا ضفتها عادي يعني مطحونه. وضفت هنا
قرفه، قرفه برضو ناعمه، مفيش قرفه عيدان خلصت فضفت قرفه ناعمه، لو في عيدان افضل طبعا. هسيبهم بقى يغلوا وهسيب الديوك بقى تستوي. خلاص هغطي الحله وهخليهم يستووا. لو انتوا بتحبوا تضيفوا اي حاجه تانية للشوربه ضيفوا، لان الحاجات دي بتبقى بتتغير من بيت لبيت يعني اذواق. هنعمل هنا الفريك، هجيب حله هنزل فيها معلقه سمنه وزيت وحبه بصل مفرومه، هقلبهم بس يصفروا. هنزل عليهم بلتر عصير طماطم. الطماطم طبعا بعد لما بنضربها في الخلاط بنصفيها، بلاش تنزلوها زي ما هي. في ناس بتستعمل الطماطم يعني بتضربها وهوب خلطبيطه بتنزل في الحله على طول بيها، لا صفوها افضل. هنا بعد لما نزلنا بالطماطم هنزل بالشوربه، كوبايتين كبار، الكوبايه يعني 320 مللي تقريبا، 330 مللي، المهم كوبايتين كبار هننزل بيهم فوق عصير الطماطم. هتغلي تاني، بعدين هننزل بكوبايه الفريك. انا اخدت كوبايه اللي حشيت فيها الديوك، والكوبايه التانية هنزل بيها فوق عصير الطماطم. هنا انا بضيف ملح، بضيف فلفل اسود، بضيف معلقه صغيره سكر، وهضيف كمان هنا حبه بهارات كده صغيره، نص معلقه. لو احتجت تاني هضيف سواء 7 بهارات او بهارات فراخ. لو عايزين تعملوا فريك اكتر من كده براحتكم، بس هو كافي يعني. كوبايه الفريك دي حلوه جدا وكافيه بصراحه. كده هنخليه يغلي، وبعد ما يغلي هغطيه وهخلي النار على الوسط يعني مش على الهادي قوي، واخليه بقى يستوي. لو احتاج شوربه بعدين حبه هزود له، ما احتاجش خلاص. هنيجي بقى بعدين نعمل الرز، رز ابيض. انا بحب الرز الابيض مع الفريك. في احنا صنفين في البيت، في ناس بتحب تاكل الفريك بالعيش وناس بالرز، انا من انصار الرز مع الفريك بالصلصه. نزلت هنا بمعلقه سمنه وزيت شرحه، وغسلت الرز كوبايه كبيره وصفيتها كويس. بعد لما صفيتها نزلت بالرز برضو. الرز الابيض هنا بقلبه شويه، بعد لما بقلبه شويه بضيف عليه ورق غار. ورق الغار بيدي الرز نكهه يعني غير بجد، بيخليه حلو جدا جدا. اهم حاجه ان احنا نقلب الرز هنا الاول شويه، وبعدين بننزل بورقه الغار والملح والميه المغليه، بس مش اكتر من كده. تاخدي يعني شويه رز ابيض تحفه، الطعم نفسه تكليل وحده من غير اي حاجه بصراحه. كوبايه الرز المصري هنا بتاخد قدها كوبايه ميه مغليه. الرز ده جديد، انا اول مره اجربه النهارده، اسمه رز افندي، حلو جدا جدا. الكيلو ب 32، انا قلت اجرب فجبت بس كيلو واحد. فاللي حابب يجرب الرز ده حلو، انا جربته بصراحه عجبني، التسويه بتاعته حلوه، حبه الرز نفسها كويسه. رز اللي هو الرز دايما في ناس بتبيعه ب 40 جنيه، ناس ب 38 جنيه، فده معقول ب 32 يعني. في رز الزعيم برضو حلو ب 38 اعتقد، الاسعار ده انا شفتها النهارده يعني. كده خلاص انا نزلت بالميه المغليه، هقلب وبعدين اول ما يغلي هوطي البوتاجاز وهغطي الحله وهسيبه يستوي. كده خلاص يبقى احنا خلصنا الرز والفريك على البوتاجاز، والديوك برضو سيبها تستوي على البوتاجاز، هحمرها وارجع لكم. انا عندي الديوك استوت، حمرتها في زيت وسمنه. لو انتوا حابين تحمروها في البوتاجاز تحت الشوايه براحتكم، بتجيبي خليط معلقه زيت مثلا مع معلقه كاتشب او صلصه وملح وفلفل اسود وبابريكا وكزبره وزعتر، بتخلطيهم مع بعض وبعدين بتدهني بيهم الفراخ من فوق وبتحطيهم تحت الشوايه. انا ما بحبش الطريقه دي، انا بحب احمره، بيديني نكهه احلى وطعم احلى. هنعمل ديكوريشن للطبق بسيط كده، اي حاجه على السريع يعني. انتوا طبعا قدموا براحتكم زي ما انتوا بتحبوا. الرز هنا حطيت فوقيه واحده بقدونس او كزبره حسب المتاح والموجود عندكم بس. وبعدين بنقدم معاه الفريك وبنقدم معاه الشوربه. الشوربه هتسيبوها زي ما هي كده اوكي، هتعملوا عليها لسان عصفور اوكي، يعني از لايك براحتكم زي ما تحبوا قدموا. الفريك هنا طعمه بيبقى تحفه يعني، الفريك الصعيدي بالصلصه ده ملهوش حل، طعمه بيتاكل بالمعلقه كمان لو عايزه تاكليه كده. فكده خلاص ادي الوجبه بتاعتنا خلصت. بنعمل جنبها طبق سلطه وبس كده الحمد لله، مش هنقدم اكتر من كده يعني. جربوا الطريقه بتاعه الفريك وبتاعه الديوك، هي طريقه عاديه معتاده يعني، بس هي الطريقه القديمه بتاعتنا وبس كده. واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب. معلش هو الفيديو طول شويه، بس انتوا عندكم 3 اصناف في رز وفريك والديوك.